والا لاحظ انت كل يوم واحد او اثنين صحيح يطلق عليه النار اذا اصيب في منطقه غير قاتله، يترك ينزف، حتى بعضهم تم التحقيق معاه ميداني هو بنزف وبتكلم انا من المنطقه الفلانيه وانا من، ويترك حتى الموت. اذا القضيه اعدامات ميدانيه. ولاحظ كل الشخصيات التي يتم استهدافها واعدامها ميدانيا هي عباره عن شخصيات لها علاقه بمعارضه السلطه او بمعارضه جزء منه فتح يعني تكلم فتح. فيش لا انت ما تتكلمش فتح، قول عنده ضمير، عنده ضمير بغض النظر فتح ولا حماس ولا غيره، هو انسان عنده ضمير. ما تلبسوش لفتح لانه فتح عندهاش قرار بالمقاومه. تمام. لو سمعوك تعال فتح بيرفعوا عليك قضيه الان. طب ما يزعلوش. فتح في الضفه الغربيه لو سمعتك بتقول انه فتح بيهجموا عليك وبقول لك تتكلم ما تجيبش سيره فتح، احنا ما نتكلمش بلسان. بس السلطان ابو عين قال لا يقبلوا بيقبلوش. سلطان ابو العنان حكى واضح انه المقاومه ذابحه حالها منه. سلطان ابو العنان يلي بتسال دوره حاله في البراج مش كان يعمل. غيرك سأل وغيرك علم، غيرك وضح استفسار، غيرك جاوب غيرك حلل. هذه فتح ما تنهار، لو الجرح التهب وعمل. فتح النار تلاقى النار، فتح الجسد اللي يتحمل، فتح انخلقت للثوار، فتح الدرب اللي ما تحول، فتح الثورة للأحرار. فكر فيها وشوف تأمل، أول طلقة بالمشوار، أي نعم المشوار الأول، درب القائد أبو عمار. فتح الحاضر والمستقبل، يعني احنا باختصار اللي ما ركع وما طمل، يعني منها وفيها قرار، يعني قرار الوطن الأفضل. أنا ابن فتح ما هدفت لغيرها، الجيش المقدام صانع عودته، وهي التي صنعت في شعبي ثورة، وهي التي شقت طريقه. يعني لا تصيبك مظنون، مش فتحاوي اللي يخون، مش فتحاوي اللي يتراجع لو بيده مال القارون، مش فتحاوي اللي يتخلى لو ملكته كل الكون، مش فتحاوي اللي يتسلى بالذبح بسيف المسنون. فتح اللي دفعت فاتورة وحكمت العقل الموزون، فتح القذتها مقهورة بس الدم يظل مسيون. فتح واش احكي يا فتح، مش لعب بايد الملعون. فتح واش احكي يا فتح، اروي القصة يا عيلبون. فتح الاسطورة يا فتح، فتح تحدث مهما يكون. يا بوصلة ما انحرفت مرة عالقدس توجه العيون، اللي يشك مجرد ذرة بالفتح تأكد مجنون. هذه فتح الثورة الحرة، فتح اللي عالروح تمون. إذا أسفوق دموعي ومر، قلبي مر إذا أسفوق. يلي بتسأل عنا اسأل، غيرك سأل وغيرك علم، غيرك وضح استفسار، غيرك جاوب غيرك حلل. هذه فتح ما تنهار، لو الجرح التهب وعمل. فتح النار تلاقى النار، فتح الجسد اللي يتحمل، فتح انخلقت للثوار، فتح الدرب اللي ما تحول، فتح الثورة للأحرار. فكر فيها وشوف تأمل، أول طلقة بالمشوار، أي نعم المشوار الأول، درب القائد أبو عمار. فتح الحاضر والمستقبل، يعني احنا باختصار اللي ما ركع وما طمل، يعني منها وفيها قرار، يعني قرار الوطن الأفضل. أنا ابن فتح ما هدفت لغيرها، ولجيشها المقدام صانع عودته، فهي التي صنعت لشعبي ثورة، وهي التي شقت طريق العزة. يعني لا تصيبك الظنون، مش فتحاوي اللي يخون، مش فتحاوي اللي يتراجع لو بيده مال القارون، مش فتحاوي اللي يتخلى
لو ملكته كل الكون مش فتحة واللي يتسلى بالذبح بسيف المسنون، فتحة اللي دفعت فاتورة وحكمت العقل الموزون، فتحة لقضتها مقهورة بس الدم يظل مسيون. فتح وايش احكي يا فتح مش لعب بايد الملعون، فتح وايش احكي يا فتح اروى القصة يا عيلبون، فتح الاسطورة يا فتح، فتح تحدث مهما يكون يا بوصلة ما انحرفت مرة عالقدس توجه العيون، اللي يشك مجرد ذرة بالفتح تأكد مجنون، هذه فتح الثورة الحرة، فتح اللي عالراح تمون. أنا لا أتحدث عن هذا ولا عن ذاك، أنا أتحدث عن أنه فيش قرار، أتحدى أنه في قرار في منظومة فتح هذه، في قرار لمواجهة الاحتلال، ما زال المجلس المركزي قرر أنا هو مجلس مركزي يا راجل، مجلس المركزي قال فيش تنسيق أمني وبعدين ما شوف يعني قلة تقلهم ولا عمرهم بوقوف في التنسيق الأمني، هم حتى النخاع والله ببيع وطنه عشان تصريح زيارة تطلع برا جواز دبلوماسي او ميزات او تجاره معينه، من قال لك انه في عنده لا ضمائر، هذول الناس خلص فقدوا الضمائر. الان لما بيطلع شاب عنده حرقه ما تسميلهوش فتح، هذا باسم نفسه واساسا هو ما عملش حاجه، هو في قرار اعدام له. الان هذا الاعدام مسؤوليه مين؟ مسؤوليه حماس؟ لو في غزه هذا بيقولوا حماس دمرت الشعب الفلسطيني وحماس بتودي في المهلكه، وهذول الشباب اللي في عمر الورد هذا ب20 و23 سنة اللي كل يوم الثاني على حاجز وبطلقوا النار. أي واحد تشتم السلطة بأنه له علاقة بالمقاومة أو حتى حلم في المنام أنه بده يعمل عملية مقاومة، بيقوموا إيش؟ السلطة بتعتقله وبتعذبه حتى الموت. الحملة الأخيرة يعني ليست بعيد، وحتى السلطة اكتشفت من هم الذين نفذوا عملية يعني قتل المستوطنين في نابلس. هذا كل القضية يعني ليست القضية قضية فتح وحماس، قضية ممنوع ضمير وطنيا. نعم. ولا ضمير، اللا ضمير يتجسد في السلطة والضمير يتجسد في روح، يعني سواء فكرت سواء تكلمت سواء مارست هذه يحكم عليها بالإعدام. اليهود ما فيش عندهم قانون إعدام، بقول لك بدي اعتقله واحطه، فيش عندي قانون إعدام لأنه بيخافوا من عواقب قوانين الإعدام بما تثير من يعني في الشعب الفلسطيني. الآن هم بنفذوا الإعدام على عينك يا تاجر. طب مين يدافع عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية؟ السلطة. مين اللي بده يدافع عن الشعب الفلسطيني؟ من يحمل السلاح، حاميها حرميها، من يحمل السلاح الشرعي الوحيد، حامل السلاح الشرعي الوحيد، وبتقتل فيه أبناء شعبك أو بتتواطأ مع عدوك على قتله، وبيجيك في آخر النهار بعد ما يزهق بيقول لك حماس بدها تعمل وقف اطلاق نار، هذا عار. يطلع واحد بيقول لك عار وقف اطلاق النار، يلا. اما لا، هو عار وقف اطلاق النار لانه يريد استمرار اطلاق النار على رؤوس المجاهدين. هو لا يفهم الا ان يطلق النار على كل من يقول يعني انا ضد الاحتلال وانا ضد ممارسه. ولذلك الان غريب المنطق انه يطلع لك واحد عينك يعني يتورط في دماء الشرفاء من ابناء الشعب الفلسطيني، وبعدين يجي اخر النهار يحط رجل على رجل بما يمتلك من تنسيق امني ومن مكنه اعلاميه ويقول لك عار وقف اطلاق النار، عار رفع الحصار عن غزه، خليها تموت هي وحماس معها. هذا خلص مكفي، تبهدلهاش، تقلب الرجال نسوين، ظل الحطة والدشداش تقلب شالات وفساتين، الذل بغرفة انعاش وشعوب بتغلي براكين. اسمع وقف في محلك واقرا فالتاريخ يدلك، فتحاوي اسطورة وصامد من غزة صدر التصريح، يا فتح احنا على مطرحنا، يا فتح احنا على مطرحنا، ويا جبلنا ما يهزك ريح، يا فتح احنا على مطرحنا ويا جبلنا ما يهزك ريح.
بل حبر احنا ما كتبناش، ولا برصاص ولا بتلاوين، احنا كتبنا برا الشاش وخطينا بدم العناوين. يا اخي هاتك لشن و14 ويدوية وبلطة وسكين، واللي سمعنا وما سمعناش لازم يعرف احنا مين. احنا الجعنا وما ركعناش الا لرب العالمين، احنا الياسر فينا عاش، كل ما مرت تطوي سنين حاضر ومش ب11 هو حاضر فينا كل حين. زي قائدنا ما شفناش، مين الزيه قل لي مين؟ واحنا يلي بتعرفناش اسمع احنا مين؟ احنا الثرنا وما تعبناش ودافعنا عن المسلمين، دمنا ما راح ببلاش، دمنا فدوى لفلسطين. عنا القائد فينا عاش بيسرف عروقه وشرايين، في عروقه وشرايين. فلسطين 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 يا أقدس أرض، وشعب مجاهد لا ميلين، حقنا فوق القوة فرض، حقنا اللي بيفرض قوانين. هذه الأرض رفيقة عمر، حبيبة عشيقة فدائيين. اكتبها أنا المجد يسكن في رمش عيني، اكتبها لا تحصر معانيها في أي كتاب. من هو اللي يقدر يحسب كلمة فلسطيني؟ أنا اللي ما أحني ظهري لو إن شعري شاب، إلا بصلاتي لله محافظ على ديني. أنا اللي يوم إن الوطن هدف ونخ الشباب، سبت المنايا والأعادي لا ما ترديني. حتى انشفت هالأرض جاعت أو عطش التراب، تلقانا مد ترابها بدمي وشراييني، دمي وشراييني. يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، يا صلاح الدين. وعمر يا بن خطاب نادت علينا قدسنا والصوت يناديني. يا قدس جيت بشري جيت بعزم غلاب، لو مت اعتابك ترى يهون العمر فيني. حب الارض فيا عبادة بحبها منصاب، على قد ما اعطي ديرتي وهي بعد تعطيني. على درب ياسرنا البطل ساق الحمل ما هاب، امشي وزل السيف وجه اللي يعاديني، وجه اللي يعاديني، وجه اللي يعاديني. ريسنا يا ابو مازن تحدى الدروب صعاب، يا سيدي حنا معك كل لحظة كل حيني. طاب الاجل لاجل الوطن والموت لاجلك طاب، يا ابو مازن ما هزك عدو لا والصهاييني. بالحكمة يا قايدنا دولتنا تقب قباب، حنا معك قايدنا نمشي بالملاييني. والدنيا كل الدنيا تعمل لينا الف حساب، لو جابت نجوم وكواكب لا ما ترضيني. ما هو رياء ولا عبد ولا للتكبر باب، هرجي اصول بتحكي عن عزة فلسطيني، هرجي اصول بتحكي عن عزة فلسطيني. اسمك اكبر وقيدك لصابه ملل، لانك الحر اللي ما فقد الامل. ظنوا بحكم غيابك الثورة تموت، وتفاجئوا الثورة بنص المعتقل. انت البطل وانت العزم والثورة والجبروت، وانت الصبر علمته اصلا للجمل. تقل تعاود بعزة وفخر قدام عزمك يا بطل لانا الصخر. انت اللي خليت السجن قلعة صمود، وانت اللي حولت السجن الهم قبر. عد الشمس تشرق وتنفك القيود، بس انت اصبر والنصر ساعة صبر. منكم تعلمنا كيف احنا نكون، والعهد هو العهد ابدا ما نخون. الشعب هبوا وصحوها الضمير، واقسمنا ثورة حتى تبيض السجون. نعم بنموت وتحيا فلسطين، وهذا قدرنا واحنا شعب الجبارين. يا أسرى واقصد كل أسيرة وكل أسير، الصبر يا اخواني صفاف المؤمن.
العدم والظلم المرير، بالعزم نهدم كل حصون المجرمين.